السلام عليكم. وصفتنا اليوم هي الكيكة الصفراء بالبرتقال أو كيكة زمان. هي من أشهى وألذ أنواع الكيكات، سهلة في التحضير وسريعة جدا، وعلى طول تطلع معانا النتيجة مبهرة، نافشة وطرية وهشة. عن جد أتمنى تجربوها وإن شاء الله راح تعجبكم. هاي المقادير اللي حب يصور الشاشة، وبالتأكيد راح تلاقوا المقادير مكتوبة بصندوق الوصف أسفل الفيديو. بالبداية عندي نصف حبة برتقال مع القشر، راح أفرمها بشكل ناعم لحتى أسهل خلطها فيما بعد وأتركها على جنب. راح أجهز المكونات الجافة بإضافة البيكنج باودر على الطحين وأقلبه بالمضرب اليدوي لحتى يمتزج جيدا، وراح أتركه على جنب. عندي بريق الخلاط راح أحط مي عادي بدرجة حرارة الغرفة وزيت نباتي، وراح أضيف أيضا بيض، 4 حبات من البيض، وراح أضيف سكر عادي، سكر حبيبات عادي، وعندي أيضا حليب بودرة، وفي عندي كريم كراميل البودرة الصفراء راح أضيفها كلياتها، وعندنا نصف حبة البرتقال المقطعة مع القشر وضفتها أيضا. راح أخلط بشكل جيد لحتى أتأكد إنه كل شي امتزج وصار عندي خليط ناعم جدا وما في أي قطع، بالأخص من البرتقال. لو عندكم بريق خلاط استخدموه بهاي الوصفة، هو أفضل. وقت الخلط يعتمد على قوة الخلاط، لذلك انتوا تتوقفوا لما يصير عندكم خليط ناعم وأملس وما فيه أي تكتلات. هون أنا ابتديت أضيف المواد السائلة على المواد الجافة وأقلب مثل ما شايفين بالمضرب اليدوي، أضيف بالتدريج لحتى أضمن إنه أحصل بالنهاية على خليط كيك يكون ناعم ما فيه تكتلات من الطحين، وأستمر بالتقليب بهذا الشكل. ولازم ما نبالغ بالخلط لحتى الطحين ما يشتغل الجلوتين فيه وتطلع عندنا الكيكة قاسية. مجرد ما امتزجت كلها مع بعض أتوقف عن الخفق. فورا عندي أنا قالب مدهون بزبدة وطحين، راح أنزل فيه الخليط بهذا الشكل، أنزل كل الخليط وبعدها راح أدخله على فرن على حرارة 160 من الأسفل فقط، ونتركه لحد ما ينفش ويضاعف حجمه ويستوي بهذا الشكل. ما شاء الله تقريبا أخذ ساعة بالفرن، وطبعا الوقت حسب الفرن اللي عندكم. بعد ما يبرد تماما راح أقلبه على صحن التقديم، المهم يكون الكيك بارد لحتى ما يهبط معانا. عندنا هون ما شاء الله لون التحمير رائع، وطبعا النكهة لذيذة جدا، القوام هش ورطب. أنصحكم تجربوها وبإذن الله راح تعجبكم. لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لحتى يصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو مع أحبابكم وأصدقائكم، وأهلا وسهلا فيكم جميعا.